والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. دحاها قالوا معنى دحاها بيضة أو كرة، عشان الآية يلصقونها بمعنى أنها تدل على كروية الأرض، وهذا مخالف لأهل التفسير، لأن أهل التفسير ما قالوا بأن دحاها معناها كورة ولا بيضة. لو رجعنا عند أهل التفسير عندنا مثلا الطبري قال بسطها، وقال قتادة بسطها، وقال القرطبي والعرب، لاحظ والعرب اللي هو لسان العرب، قال دحوت الشيء دحوه دحوا. كذلك مثل بمثال ويقال لعش النعامة أدحي لأنه مبسوط على وجه الأرض. لذلك النعامة لما تجي بتبيض تدحو المكان من الأطراف بشكل دائرة، تدحوه على الأرض ثم تضع بيضها، لأنها ما لها عش النعامة، هي تدحي المكان ثم تضع بيضها. هذا مثال دحاها. لكن الآن الآية والأرض بعد ذلك دحاها، لاحظ بعد ذلك دحاها يعني بعدين دحاها، أي أن الله سبحانه وتعالى لما خلق هذه الأرض لم تكن مدحية، قبل خلق السماوات لم تكن مدحية، ولما خلق السماوات دحى الأرض بعد ذلك. لذلك نقول أن الأرض خلقت أولا ثم السماوات، بعدما خلق السماوات دحى هنا هذا الأرض الله سبحانه وتعالى. والدحو كان نتيجة إيش؟ نتيجة بعد تكملة الآية أخرج منها ماءها ومرعاها. فلما الله سبحانه وتعالى دحى هذه الأرض أخرج منها الماء والمرعى بعد الدحو. طبعا كان هناك اختلاف، هل كان الدحي من نتيجة الخلق أم أنه بعد الخلق؟ طبعا هذا اللي صار الخلاف، لأن البعض يقول أنه لما الله خلق الأرض أولا دحاها ثم خلق السماوات السبع. لا، غلط، لأن الله سبحانه وتعالى قال والأرض بعد ذلك يعني بعدين دحاها. هو خلق الأرض أولا لم تكن مدحية، ثم خلق السماوات ثم دحى الأرض بعد ذلك. فلا تجي وتقول إن معنى دحاها معناها كورة أو معناها بيضة، لا تفسر من راسك. هذا رجعنا لكلام أهل العلم، أهل الاختصاص، أهل التفسير، هم اللي قالوا دحاها بسطها.